الحكاية بتبدأ مع راجل كفيف اسمه شينج وسط نادي للرهانات. في واحد من الناس اتحداه على مبلغ مالي كبير وحاول انه يخدعه ويستغل انه مش بيشوف عشان يسرق فلوسه. في البداية الراجل راهن بكل اللي معاه وكسب، بس الحاجة الغريبة هي ان شينج الكفيف كشف غشه وفضحه قدام الناس كلها. وهنا رئيس النادي ظهر واعتذر على اللي حصل، فشينج قال انه مش هيراهن في المكان ده تاني واخد المبلغ المالي الضخم اللي كسبه وانطلق في طريقه. بعد فترة قصيرة شينج كان بيتمشى في الشوارع وسط المطرة، لكنه اتفاجئ بصاحب نادي الرهانات ومعاه مجموعة بلطجية. صاحب النادي الندل حاول يستغل عمى شينج عشان يسرق فلوسه، وهنا بتحصل مفاجأة كبيرة. شينج الكفيف قدر انه يمسك البلطجية ويخلص عليهم واحد ورا واحد بسرعة البرق، لدرجة ان صاحب النادي اتجمد في مكانه من الخوف. بعد كده بتنتقل بينا الاحداث لقرية قريبة، وهناك بنقابل بنت شابة اسمها نيان. نيان كانت بتلعب مع الاطفال في سعادة وبتجهز ساحة البيت لان النهاردة فرحها وهتتجوز قريب. لكن بالصدفة شينج عدى من جنبها، ولما شم رائحة النبيذ طلب من نيان يشتري بعض منه، لكنها قالت له ان النهارده فرحها وعرضت عليه يشرب ببلاش واستضافته بكل احترام. بعد ما شينج قعد عشان يستريح حاول يعطي نيان فلوس مقابل النبيذ لكنها رفضت، ده غير انها قدمت اكل للحصان الخاص بيه. وهنا نيان اتفاجئت بشنطة فيها شخص بيتحرك، فشينج قال لها ما تقلقش لانه مجرم هربان وهيسلمه للبوليس مقابل جايزة مالية. في الوقت ده العريس زوج نيان وصل اخيرا، وكل الناس اجتمعوا في الفرح وكانوا بيحتفلوا في سعادة. لكن فجأة في شاب ظهر وكلهم وقفوا الاحتفال. الشاب ده يبقى اخو نيان الكبير ومعروف بشراسته وقوته الرهيبة. اخو نيان قال للعريس انه لازم يهتم باخته والا هيخلص عليه، فالعريس حس بالرعب وكل الناس هربوا من الفرح خوفا على حياتهم. وهنا اخو نيان لمح شينج وهو بيشرب نبيذ واتفاجئ انه ما خافش منه فحاول يهدده، لكن شينج قال انه مش عايز اي مشاكل واخد نفسه ومشي. بعد كده راح لحصانه وقعد جنبه عشان ينام ويستريح. بالليل شينج صحي من النوم وكان شامم ريحة دم جاية من بيت نيان، فراح عشان يطمن عليها، لكنه اتفاجئ ان المكان متدمر تماما ولاحظ ان اخوها مقتول، فبدأ يدور في كل حتة على اي حد عايش. ولما دخل البيت اتفاجئ ان نيان مستخبية وحس برعب شديد. وهنا بترجع بينا الاحداث ل4 ساعات. لما شينج كان نايم صاحب نادي الرهانات الندل اقتحم الفرح لان كان ليه مبلغ مالي كبير عند اخو نيان، عشان كده هجم عليه وكتفه. في البداية اخو نيان قال ان معهوش فلوس، فواحد من المجرمين حاول يتعدى على اخته، عشان كده اتعصب بشدة ونزل طحن فيهم كلهم باستخدام مهاراته الرهيبة بمبارزة السيف. لكنه اتفاجئ بمقاتل قوي معاه خطافات حادة غرزها في جسمه وثبته في مكانه. اما صاحب نادي الرهانات الندل فضل يضحك وخلص عليه بسهم في صدره. اول ما شينج عرف اللي حصل اتأسف لنيان وطلب منها تهدي اعصابها وما تخافش. بعد كده سلم المجرم اللي معاه للبوليس وبلغهم باللي حصل، فحضروا في ثواني عشان يتفقدوا موقع الجريمة. اول ما رئيس الشرطة وصل وشاف المكان لاحظ السهم اللي اخو نيان اتقتل بيه وعرف انه تابع لصاحب نادي الرهانات. فرئيس الشرطة حس بالخوف لانه من عائلة يونين اقوى عائلة في الصين، وطلب من نيان تسيب حق اخوها وما تتكلمش عن اللي حصل. طبعا نيان اتعصبت وقالت ان اللي قتل اخوها لازم يموت وانطلقت في طريقها، لكن رئيس الشرطة الندل امر اتباعه يمسكوها لانه شغال مع عائلة يونين ولازم يدافع عنهم. لما رئيس الشرطة واتباعه كانوا واخدين نيان للسجن شينج سمع صوتها من وسط الشارع وهي ماشية مع الجنود، ولما سألها ايه اللي بيحصل رئيس الشرطة زعق له وقال له يخليه في حاله. فشينج اتعصب واتحرك بسرعة رهيبة وبدأ يدمر في كل اتباع الضابط واحد ورا واحد عشان يحرر نيان منه. بالفعل شينج نجح ورئيس الشرطة اتجمد في مكانه من الرعب. اما شينج قرر انه هيخرج من القرية دي وهيكمل في رحلته، لكن نيان اترجته انها تسافر معاه لانه الوحيد اللي يقدر ينتقم لاخوها من عائلة يونين. وبعد اصرار شديد منها شينج وافق وسافر معاها على حصانه. شينج
شينج ونيان وصلوا لقرية اسمها لوهان وقعدوا يستريحوا وياكلوا مع بعض. وهنا نيان شكرت شينج لأنه هو الوحيد اللي دافع عنها وقرر يرجع حقها، فشينج طلب منها تستريح وتتفسح في القرية عشان تهدي أعصابها. بعد كده راح عشان يقابل مي عازفة موسيقى تعرف شينج من زمان، عشان كده راح يسمع عزفها. وبعد ما استريح وداوى جروحه كان مروح، لكنه اتفاجئ براجل مصاب بشدة جاي من السوق وبيقول ان في شخص من عائلة يونين هجم على بنت مسكينة وخطفها قدام الناس كلها. فشينج اتعصب وعرف ان البنت اللي اتخطفت هي نيان. طبعا شينج سأل اهل القرية وقضى اليوم كله في البحث لحد ما وصل لغرفة مهجورة، وهناك اتفاجئ بالمقاتل صاحب الخطافات اللي قتل اخو نيان. مع ان شينج كفيف وما بيقدرش يشوف، إلا إنه بيستخدم حاسة السمع والشم في تحديد مكان أعدائه، وفي النهاية غفل مقاتل الخطاف وأفقدوا الوعي. بعد كده راح ينقذ نيان واكتشف إنها مصابة بشدة لأن المجرمين عذبوها بسبب رفضها للجواز بقائدهم. من هنا شينج أخرج نيان من القفص ورجع بيها لبيت مي عشان يداوي جروحها، لكن مي فضلت تتخانق معاه وقالت هو ليه بيخاطر بحياته عشان نيان. فشينج قال إن هو الشخص الوحيد اللي يقدر يرجع حقها، لأنه لو سابها لوحدها ممكن تنتحر من الحزن على اخوها. تاني يوم نيان فاقت من الغيبوبة، فشينج طلب من مي تاخدها ويهربوا من القرية لان المجرمين هيبدأوا يدوروا عليهم. بعد كده انطلق للانتقام وقدر يمسك صاحب نادي الرهانات الندل وفضل يعذب فيه وسأله هو هاجم نيان واخوها ليه. فصاحب النادي قال انه شغال عند الجنرال جاو، وده شاب غني من عائلة يونين، وعمل كده من البداية لانه كان عايز يتجوز نيان ورفضته. فشينج حس بالغضب وربط سلك حد برقبته ووصله بالباب بحيث اي حد يدخل المكان يقتله في ثواني. اما الجنرال جاو عرف من اتباعه ان شينج انقذ نيان من الخطف وخلص على اقوى مقاتل عنده، فامرهم يقلبوا القرية كلها لحد ما يوصلوا له باي طريقة. ده غير انه كان بيدور على صاحب نادي الرهانات، لكنه لما فتح الباب اكتشف انه وقع بفخ شينج وقتل صديقه العزيز بايديه. طبعا جاو اتعصب بشدة وكان هينفجر من الغضب، بس للاسف جنوده قدروا يمسكوا مي اللي ضحت بحياتها عشان تنقذ نيان. في البداية جاو فضل يعذب فيها وطلب منها تعرفه مكان شينج، فمي قالت انها مستحيل تخونه لانه حارب معاها في الجيش قبل ما يفقد بصره وضحى بحياته عشانها. اما شينج استمر في البحث عن جاو في كل حتة وما كانش يعرف انه مسك مي، لكنه وصل لمقر تابع ليه وسأل عنه، فأتباعه قالوا انه مش موجود. طبعا شين ما صدقهمش ونزل فيهم طحن بدون رحمة لحد ما فتش المكان كله وعرف انه في منطقة تانية، عشان كده قرر يرجع القرية من جديد. واول ما وصل اكتشف ان مي اتقتلت على ايد جاو، ونيان قالت انها شتتت تركيز المجرمين من اجل مساعدتها في الهرب. فشينج حس بالحزن الشديد لانه كان بيحبها وقعد يتأمل عشان يستعد للحرب النهائية. اما جاو جمع اقوى المقاتلين عنده وجهزهم للمعركة لانهم هيحاربوا شينج الكفيف اقوى مبارز بالسيف في الصين كلها. بالفعل شينج جهز نفسه واقتحم مقر عائلة يونين عشان ينتقم من جاو، واول ما وصل اتفاجئ بجيش كامل من المحاربين موجودين بالساحة واستعدوا لمقاتلته. اما جاو الغدار هرب لداخل البيت، وهنا شينج بدأ القتال مع عائلة يونين، والغريبة انه ما كانش حاسس باي خوف او رهبة منهم ونزل وسطيهم زي الاسد مع انهم اكتر منه في العدد. شينج قاتل ببسالة ملهاش مثيل وطحن المقاتلين بدون رحمة، ده غير انه استخدم تقنية سرية واشعل النار بسيفه لحد ما دمر كل اللي في طريقه ودخل البيت اللي جاو مستخبي فيه. وهنا مساعدة جاو اتحركت بخفة رهيبة عشان شينج ما يسمعهاش وحاولت تغفله، لكنه قدر يمسكها على اخر لحظة. وهنا جاو الندل ظهر وكان ماهر باستخدام السهام وخلص على مساعدته بايده عشان يصيب شينج ويضعفه. للاسف جاو استغل عمى شينج وقذفه بالسهام، اما شينج ما قدرش يحمي نفسه لان ضرباته سريعة جدا. في النهاية شينج وقع على الارض من الاصابات وما كانش قادر يقف، فجاو قرب منه عشان يخلص عليه، لكن شينج غفله وسحب السيف من تحت رجله وهاجمه بشراسة لحد ما دمره تماما في النهاية. وبكده شينج كسب المعركة وانتقم لنيان. بعد كده بلغها باللي حصل وعرفها انه رجع حقها وحق اخوها المتوفي، فحست بسعادة كبيرة. وده كان ملخص الفيلم. اشترك يا صديقي عشان توصلك اقوى الملخصات كل يوم، واشوفكم عما قريب بإذن الله.